أهلا بيكم في مراجعة جديدة. التطبيقات دلوقتي بقت الأعضاء الصناعية لعقلنا، بنعتمد عليها في كل حاجة، من أول إدارة الفلوس لحد تطوير مهاراتنا. الأرقام بتقول إن المستخدم العربي بيقضي أكتر من 4 ساعات يوميا على الموبايل، والمشكلة مش في الوقت، المشكلة في القيمة اللي بياخدها مقابل الوقت ده. في تطبيقات بتبنيك فعلا، وتطبيقات تانية هدفها الوحيد إنها تاخد بياناتك وتبيعها للمعلنين، وده اللي لازم نبقى كلنا عندنا خبرة فيه، ولازم نفرق بينهم بخبرة مهنية. تطبيق النهاردة روكيت لانجويج. احنا قدام مدرسة لغات كاملة في جيبك. كمل معايا الفيديو للآخر، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. دوس على جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. زي ما قلت لك، التطبيق ده مدرسة لغات كاملة في جيبك. ابلكيشن وظيفته الأساسية إنه ينقلك من مرحلة أنا عارف كلمتين في اللغة لمرحلة أنا بتكلم بطلاقة. بيعتمد على منهجية المحاكاة الصوتية، وده معناه إنه بيخليك تسمع وتتكلم أكتر ما تقرأ وتكتب. وكمان استخدامه سهل جدا، بتدخل تختار اللغة، بيبدأ معاك بمواقف حياتية حقيقية، مش مجرد كلمات ميتة انت بتحفظها. يعني بيعلمك ازاي تطلب أكل، ازاي تحجز فندق بلهجة البلد الأصلية للغة طبعا اللي انت اخترتها وعايز تتعلمها. وأهم ميزة في التطبيق ده، واللي مش كل الناس تعرفها، هي ميزة الأوفلاين مود. الحقيقة اللي بيقدمها، ممكن تنزل الكورسات كاملة وتسمعها بعد كده وانت ماشي في المواصلات من غير انترنت، وده بيوفر طبعا عليك داتا كتير جدا. لكن العيب اللي بيضايق المحترفين من التطبيق ده هو ان واجهة التطبيق UI تحسها بقى قديمة شوية قوي ومحتاجة تطوير عشان تواكب 2026. لكن هم شغالين اكتر على المحتوى مش على الواجهة، يعني ما بيحبوش المظاهر بمعنى اصح. ولما دورنا في التعليقات في تجارب المستخدمين، لقينا ان اكتر تعليق الناس تفاعلت معاه بنسبة لايكات مرعبة كان لمستخدم بيقول: التطبيق منهجه قوي جدا، لكن سعره بعد الفترة التجريبية غالي بشكل مبالغ فيه مقارنة بتطبيقات تانية. وده بينقلنا النقطة مهمة جدا، وهي نقطة المصلحة. المطور بيكسب منك ازاي والتطبيق مجاني؟ بيكسب عن طريق البيانات السلوكية. بيعرف انك بتتعثر في كلمات معينة، وبيبيع المعلومات دي لشركات الأبحاث التعليمية. ده غير طبعا تطبيق البريميوم اللي على طول بيحاول يزقك ليه في كل خطوة عشان تدفع التطبيق المدفوع أو تمن التطبيق المدفوع. وعشان المصداقية ونكون منصفين، لازم أتكلم عن الاستخدام غير الأخلاقي اللي بيحصل في تطبيقات تعليم اللغات عموما. في بعض الناس بتستخدم تقنيات هندسة الصوت الموجودة في التطبيقات دي عشان تعمل ديب فيك، أو تزيف الأصوات، أو حتى تستخدم المحادثات المسجلة في التطبيقات دي في عمليات احتيال دولية. والأخطر بقى هو إدمان التكرار، إن المطورين بيستخدموا خوارزميات تخليك تحس إنك بتتعلم وإنت في الحقيقة بتكرر كلام من غير استيعاب حقيقي. وده لمجرد إنهم يزودوا وقت استخدامك للتطبيق عشان إعلاناتهم تظهر أكتر، عشان مكاسبهم طبعا تكون أكتر. ولو رجعنا للسؤال اللي قلناه في أول الفيديو، هنعرف إن الناس زمان كانت بتعيش الحقيقة الصادمة، إنهم كانوا بيحفظوا أكتر، كانوا ذاكرتهم أقوى بمراحل كتير مننا، لأنهم ما كانش عندهم عقل خارجي بيعتمدوا عليه يشيلوا عنده المعلومات. التطبيقات سهلت حياتنا، بس ضعفت قدرتنا الفطرية على التفكير والحفظ. ونصيحتي ليكوا: استخدم التطبيق كعامل مساعد مش كبديل لعقلك أبدا. ما تخليش الموبايل مجرد شاشة بتنور، خليه بوابة لمستقبل جديد ليك. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.